بألف خير وألف عافية. أسأل الله يحفظكم ويرعاكم ويوفقكم لما يحب ويرضى. إخواني يا أحبابي، خل أذكر هذه الرواية حتى نعرف إحنا شنو لازم نسوي هاي الأيام. حقيقة إحنا هذه الأيام يتحتم علينا أمورا أن نعملها، لازم إحنا نسوي شيء. شنو اللي لازم نسوي؟ بالله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان في حرب أو في غزوة أو في معركة، شو تريد تسميها سميها. شاب مع النبي صلى الله عليه وآله من المسلمين وقع في الأسر بأيدي المشركين، اسمه مالك. هذا مالك من أسروا المشركين، أمه ما تنام الليل كله، أمه الليل كله توين، النهار كله توين. اجى عوف اللي هو أبو مالك قال يا رسول الله، هاي مرتي الليل والنهار توين تبكي على ابنها، وتدري انت الظن غالي، ما شلون بيها يعني، شوف لنا حل يا رسول الله. وهذا اسير بين ايدي المشركين، احتمال يقتلونه، احتمال ما ادري شنو الموضوع. انطينا فد حل يا رسول الله، جد لنا حلا يا حبيب الله. النبي صلى الله عليه واله باوع عليه قال له انت وياها، مو بس هي ولا بس انت وياها. قال له ايش نسوي؟ قال له تروحون الليله تكثرون من قول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ورد الحوقله يسمونه، تكثرون من قول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال له خوش يا رسول الله صار. قال له تكثرون يعني تكثرون الليله، تسهرون على ذلك. قال له وسيريكم الله ما يسركم. راحوا عوف راح المرتقى، قال لها ترى النبي صلى الله عليه وآله هيك يقول. قالت له صار احنا بخدمة النبي الأعظم. قعدوا للصبح يكثرون من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويا الضحى قريب الظهر ما يحسون إلا مالك اجى وبيده أغنام وإبل جايبهن جاي. شنو هاي؟ دق الباب، فتحت الباب امه، هذا مالك. قالت له هاي انت مو اسير؟ قال لها ايه انا صحيح اسير، بس ما ادري شنو اللي صار. عند الفجر رايت المشركين قد اخذهم النوم، قال هم ناموا ما ادري صار بهم. ضحكت امه قالت له ايه هذا اللي قال النبي صلى الله عليه واله، هذا اثر عملنا، هذا اثر شغلنا. اي بعد؟ قال شنو بعد؟ ناموا وقعدت انا لقيت الابل مالتهم والاغنام كلهن موجودات، اخذتهن وطلعت اجيتكم بيهن. وهذا انا جيت سالم معافى ومعي الغنائم، بالعكس مو بس انا طلعت من اسرهم، جبت حتى حلالهم وجيت. احنا هذه الايام لنا حربا، هي حرب الحق ضد الباطل، هي حرب اليقين اللي احنا لازم نكون لنا دور بيها. احنا شنو دورنا بيها؟ قالوا انتم دوركم كمعركة ما لكم دور عرك لحد الان. شنو دوركم؟ قال دوركم ان يكون فيها الدعاء وان يكون فيها التثقيف، أن تكونون أصحاب تثقيف وأصحاب إعلام. إحنا كإعلام العنصر المهم بالموضوع، قال العنصر المهم بالموضوع هو أن نكثر هذه الأيام، مو بس أنا، مو بس أنت، مو بس أمك ومرتك وأمي ومرتي وبنتي وأمك ومرتك وبنتك، لا 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 لا، هاي الأيام كل أسرنا وكل عوائلنا وكل بيوتنا وكل بناتنا وكل أولادنا وكل أهلنا وكل قرايبنا وكل عمامنا وكل خوالنا وكل الدنيا لازم نعلم هذا الموضوع، أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أن تصل إلى المليارات، نضج ونعج إلى الله سبحانه وتعالى بقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني أنت اليوم الليلة جمعة، اليوم خميس وباكر وعقبها 3 أيام،
لازم انت كل واحد بينا يفتح له قائمه يقول احنا عائلتنا وصلت مليون، لا يقول عائلتنا وصلت 5 ملايين، هذا خلينا نضج، خلينا نعج، خلينا نكتب بشبكات التواصل الاجتماعي. كل انت انشر انت لا تسكت، لا تقول انا مالي غرض. عوف والله فلان قال انا مالي غرض، ما لك علاقه بفلان يقول مالي غرض. الله سبحانه وتعالى يقول لك غرض، النبي صلى الله عليه واله يقول لك غرض، صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه يقول لك غرض. ماكو شيء اسمه مالي غرض، ماكو. من لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم. الشيعة جسد واحد، المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوا تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هي عينك توجعك، هي ايدك توجعك، عينك ما نايمه، عينك توجعك، ايدك تحوس 24 ساعه من الالم. لازم كل احنا نتحرك. ما لك علاقه بهذا الحكي، احنا ما لنا علاقه، ماكو شيء اسمه ما لي علاقه، ماكو شيء اسمه مو يمي، ماكو شيء اسمه ما لي غرض، مستحيل. يجب ان نكون جسدا واحدا. كلنا انت انشر بالفيسبوك، انشر بالتليجرام، انشر بالانستغرام، انشر بالصفحه مالتك، انشر بالحاله مالتك مال الواتساب، انشر بالجروبات، انشر قول عندنا حمله اكثار من قول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كل واحد بينا كل بيت يسوي له مليون، يسوي له اكثر. خلينا نضج ونعود الى الله سبحانه وتعالى باكثار من قول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خلي كل 10 بينا يصيرون قاده، يسوونهم مثلا بمجموعه، هاي هنا القريه الفلانيه، المنطقه الفلانيه، الشارع الفلاني، المدري هم العشيره الفلانيه، كلها شعر احنا سوينا 5 ملايين، احنا سوينا كذا، احنا حتى الله سبحانه وتعالى نشوفنا ايش؟ يرينا النصر المعجل ان شاء الله، ونرى النصر المؤزر على اعداء الله. هذول اليهود، هذول الصهاينه الذين قتلوا الصغار وقتلوا الكبار وقتلوا النساء وقتلوا كل شيء، ويريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره. احنا لازم نشتغل يا حبيب قلبي من هسه. خلي كل احنا نشتغل، خلي كل احنا نعمل، خلي كل احنا نأدي. جزاكم الله الف خير. نكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. جزاكم الله الف خير.